السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتفتح بها الابواب المغلقه. خلص رجب وانتصف شعبان وداخلين اجمل وقت في السنه وخير الشهور على الاطلاق رمضان. كل سنه وانتم طيبين يا رب وبخير. رمضان شهر الله المعظم، الضيف الخفيف اللي بيجي مره واحده في السنه علينا كلنا، بيجي في فرص كتيره جدا، فرص عظيمه جدا لكل واحد فينا. طبعا احنا لسه في شعبان، خدوا بالكم، يعني لسه الاعمال بترفع في شعبان. يعني موضوع ان الاعمال بترفع يوم 15 بس، الحديث كان واضح وصريح ان شهر ترفع فيه الاعمال، ما خصش اوله او اخره او نصه. شهر شعبان موجود معانا، لسه في الاعمال بترفع، لسه في الخير ممدود، لسه في الاعمال الكويسه والصالحه لازم تتعمل. فالموضوع مش مقتصر على نص شعبان وخلاص. ال 14 يوم الفاضلين دول ان شاء الله عايزين نستغلهم في الاستعداد لرمضان. ما تسمعش ده الشيطان اللي يجي يضحك عليك ويقول لك انت ما بتصليش، هتيجي تصلي في رمضان؟ ده انت عمرك ما صمت، هتيجي تصوم في رمضان؟ يا راجل انت طول السنه ما بتفتحش مصحف، مش مكسوف من نفسك؟ هبدا تيجي في رمضان وتقرا القران؟ قول له مش مكسوف. يعني يرضيك قاعد طول السنه ما بتصليش وتيجي تصلي في رمضان؟ قول له يرضيني. يضحك عليك بالنقطه ديت، ان انت قاعد طول السنه ذنوب كتيره ما بتصليش وما بتقراش قران، وتيجي في رمضان يقول لك ما انت طول السنه جت على رمضان يعني وهتعمل؟ قول له هعمل. وهي دي الفرصه بقى، هي دي الفرصه بتاعت ربنا والمنحه بتاعت ربنا لينا. ان رمضان هو طبعا طول السنه ربنا بيمد حباله كده لينا من السماء بفرص كتير. شوف ان دايما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان امتي امتي دايما في الاحاديث. احنا احب حاجه لسيدنا محمد امتي امتي. التمييز بتاع ربنا لامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان ادانا الفرص دي كلها، ان رمضان وليله القدر، يوم عرفه، يوم الجمعه، كل اسبوع، الاشهر الحرم، فرص ومنح لامه سيدنا محمد بالاخص. وده يمكن لان امه سيدنا محمد من اعمارها قصيره، يعني متوسط الاعمار لامه سيدنا محمد 60 70. يوم ما بنقول عاش بيبقى عنده 80 سنه، ده كده يبقى راجل عاش. بعكس الامم السابقه كانت بتعيش ميات و200 و300 سنه، وبعض الانبياء كانت بتعيش لحد 900 سنه و1000 سنه. ما هيجي واحد يوم القيامه عاش 900 سنه بيصلي وبيعبد ربنا واعماله كتير، وواحد من امه محمد عنده 60 سنه، هنقارن ده بده ازاي؟ يعني بالنسبه اعمارنا بالنسبه لاعمار الامم السابقه ولا حاجه. فربنا نوع من انواع التمييز لامه سيدنا محمد، خلى فيه الحاجات اللي بتتضاعف فيها الحسنات. تعمل الحسنه ب10 اضعافها. تعمل في رمضان طبعا السنه بتعادل الفرض، يعني انت لما تعمل سنه في رمضان بتعادل الفرض، والفرض ب70 ضعف، ده في رمضان يعني. غير طبعا ان ربنا بيعطك رقاب كتيره كل يوم 70,000 من عباده. لازم نستعد يا جماعه كويس لرمضان ان شاء الله. انا ما بصليش، ان انا ما بعملش حاجات كويسه، هاجي في رمضان واعمل؟ يا سيدي تعالى في رمضان واعمل، ما هو ده المطلوب، انك تتوب وتجدد التوبه وتندم عن اللي فاتك كله. ما بتصليش، توب واندم وقول انا ان شاء الله انا اصلي في رمضان واكمل بعد رمضان. بتعمل ذنوب ايا كان نوعها، ربنا بيغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. فالايه واضحه وصريحه جدا يعني. ومعنى الاسراف هنا اللي انت وصلت لاعلى ليفل من الذنوب، يعني انت وصلت لاعلى ليفل من الذنوب، خلاص يعني هتعمل ايه بعد كده تاني؟ حتى لو وصلت للمرحله ديت ربنا بيقبل التوبه وبيغفر الذنوب. مفيش يأس من رحمة ربنا مهما كانت حجم ذنوبك، ومهما وصلت فين، ومهما كبرت، ومهما لو وصلت عنان السماء حتى، هي مش هتيجي أكبر من رحمة وغفران ربنا. فخلينا متفقين من كده. فجددوا النية يا جماعة. اللي بيعمل ذنوب، اللي قاطع رحم، رمضان فرصة ترجع توصل الرحم تاني. الرحم مربوط بعرش الرحمن، من وصلها وصل الرحمن ومن قطعها قطع الرحمن. فصلة الرحم يا جماعة مهمة جدا. حتى لو ارفع السماعة واتصل وسلم على اللي قطعك او اللي انت قطعه، وقول له كل سنة وانت طيب، وربنا هيألف بين قلوبكم. وانسوا الزعل شوية. اظن الايام اللي احنا بنعيشها واللي احنا شايفينها دلوقتي كده مش مستاهله زعل، وان حد يشيل من حد او حد يزعل من حد. فدي الحاجات اللي احنا عاوزين نستعد بيها. قراءه القران طبعا، حاول تنوي وتستعد. انا هعمل ختمه لوالدي المتوفي، هعمل ختمه ليا، هعمل ختمه لامي، هعمل ختمه لكذا. التصدق يعني اعمل مثلا كل يوم ان شاء الله 5 جنيه كده، حطها تارجت ليك ان انت تتصدق بيها كل يوم. حسن الصيام، يعني حسن الصيام بمعنى ايه؟ ان انت النهارده في حاجات كتيره بتلهيك في رمضان، زي الموبايل وزي التلفزيون والكم المسلسلات الرهيب جدا والاعلانات والتوك شوز والحاجات دي كلها.
هو زي ما قلنا قبل كده ان رمضان هو ضيف وبيجي شهر واحد في السنه يعني. والله وانت المستفيد بكل حاجه في رمضان، يعني انت المستفيد بكل حاجه في رمضان. كل حاجه بتتذاع في رمضان بتيجي بعده، بتتعاد بعده، لكن هو ما بيتعادش غير مره واحده في السنه، ما بيتعادش غير مره واحده في السنه. والواحد مش ضامن عمره، هل انت ضامن عمرك نعيش بعد رمضان ولا لا؟ فاستغل الفرصه، استغل الفرصه وما تضيعهاش ما بين المسلسلات والنوم والتوك شوز والاعلانات وفي اي حاجه مش مفيده. كل ثانيه وكل دقيقه في رمضان انت المستفيد بيها، انت المستفيد بيها، سواء بذكر، سواء بقران، سواء بسنه او اتباع سنه النبي كان بيعمل ايه في رمضان والكلام ده كله. انت المستفيد بكل الكلام ده كله. فربنا يتقبل يا رب منا ومنكم رمضان ويغفر لنا ذنوبنا جميعا وجددوا النية يا جماعة. لسه قدامنا 14 يوم، 15 13 يوم. جدد النية من دلوقتي واستعد من دلوقتي وشوف كده، واقعد وشوف انا غلطت في ايه طول الفترة اللي فاتت ديت، وغلطان في ايه طول الفترة ديت، ايه اللي ما بعملوش ولا، وان شاء الله وايه اللي انا اللي بعمله غلط، وان شاء الله هقف عليه واطلب العون من ربنا واطلب السداد من عند ربنا. لازم نطلب من ربنا العون والمساعده. يا رب انا عاوز اصلي وناوي اصلي، ساعدني. يا رب انا عاوز اتصدق، ساعدني. يا رب انا عاوز ابطل السجاير، ساعدني. اطلب العون والمساعده من ربنا وربنا هيوفقك باذن الله تعالى. لان احنا ان شاء الله هنطلع معاكم في رمضان كده، يا رب نبقى خفاف عليكم. بالنسبه لصفحه مصطفى سعد، ان شاء الله هنطلع كده في 10 15 حلقه، كل حلقه كده عباره عن دقيقتين، دقيقه ونص مش بالكتير، عن شويه حاجات كده نعملها تجيب لنا حسنات، شويه حاجات تجيب حسنات. يعني هو هيبقى اسم الحلقه كده، حاجات تجيب حسنات ان شاء الله. حاجات بسيطه خالص خلال اليوم بتاعنا لو نعملها صح هتجيب لنا كم حسنات كبير ان شاء الله. ويا رب اسال الله العظيم ان انا يعني اوفق فيها، وان انا اقدم حاجه تليق بيكم وباذن الله تعالى تنفعنا، يعني تنفعنا كلنا. اما بالنسبه للحكاوي والخلفاوي، ان شاء الله هننزل الحلقات شخصيات في التاريخ الاسلامي اللي هي كانت الفويس اوفر. للاسف ربنا ما وفقنيش ان انا اكملها رمضان اللي فات، فان شاء الله ربنا اسال الله العظيم ان يوفقني ان شاء الله ان انا اكملها رمضان دوت. برضه هتبقى حوالي 7 8 حلقات ان شاء الله، يعني هننزلها باذن الله تعالى، وباذن الله برضه تعجبكم باذن الله تعالى ونستفيد كلنا يعني. فده كده بخصوص رمضان، وكل سنه وانتم طيبين.